امتى اقلق من الكحه؟ اسباب كتير للكحه، وفي نوعين للكحه: الكحه الجافه اللي بتبقى نتيجه التهاب القصبه الهوائيه او الجهاز التنفسي العلوي او نزلات البرد بيعمل الكحه الجافه. اما الكحه اللي ببلغم دي ممكن تكون من افرازات الانف الخلفيه او التهاب في الشعب الهوائيه او التهاب في الشعبات الهوائيه او حساسيه في الصدر. اسباب الكحه كتير، ممكن من الانف، ممكن من الجهاز التنفسي كله سواء القصبه الهوائيه، الحنجره، الشعب الهوائيه، الشعيبات الهوائيه، التهاب رئوي لا قدر الله، ارتجاع المريء من خارج الصدر ممكن يعمل كحه، كذلك افرازات الانف الخلفيه ممكن تعمل كحه. الطفل اللي عنده مشكله لا قدر الله خلقيه في القلب ممكن تعمل معانا كحه. ففي اسباب كتير للكحه. الكحه الناشفه ودي بتبقى دايما مثلا في التهاب الحنجره او افرازات الانف الخلفيه او في التهاب القصبه الهوائيه اللي هي كحه البرد العاديه. بتبقى كحه جافه في اول الكورس او في اول المرض، ثم بعد ذلك بتتحول لكحه فيها افرازات او فيها بلغم. ايه هي انواع الكحه؟ في عندنا نوعين من الكحه: الكحه الجافه والكحه اللي ببلغم، زي ما الناس كلها عارفه وزي ما بتسال السؤال ده كتير. كحه جافه يعني صوتها عالي ناشفه، ممكن تيجي من افرازات الانف الخلفيه، ممكن تيجي التهاب القصبه الهوائيه، ممكن تيجي من التهاب الحنجره، وبيبقى دايما في اول دور البرد الكحه اللي هي الجافه. ثم الكحه اللي فيها مخاط او بلغم، ودي الكحه اللي بيبقى فيها خروشه شويه في الصدر، دي بتبقى من افرازات الانف الخلفيه لو تقيله شويه. لو الطفل دوت عنده نزله شعابيه ممكن تعمل الشكل دوت. التهاب رئه ولا قدر الله ممكن يعمل كده. ازمات الحساسيه في الغالب بتحمل الكحه ببلغم. اسباب الكحه كتير جدا، ممكن من داخل الجهاز التنفسي، يعني لو قلنا التهاب الشعب الهوائيه، التهاب الشعيبات الهوائيه، التهاب القصبه الهوائيه اللي هو اول السطر، التهاب افرازات الانف الخلفيه والتهاب الجيوب الانفيه وحساسيه الانف ممكن يعمل كحه، التهاب الشعيبات الهوائيه، التهاب الرئوي، ازمات الحساسيه. كل دي اسباب للكحه من داخل الجهاز التنفسي. ممكن كمان من خارج الجهاز التنفسي، لو الطفل عنده ارتجاع في المريء ممكن يعمل معاه كحه مزمنه وكحه ليليه. لو الطفل دوت عنده مشكله لا قدر الله خلقيه في القلب ممكن تعمل احتقانات في الرئتين، فبالتالي بتعمل نوع من انواع الكحه. اهم نصيحه في الكحه ان هي الكحه دي عرض لحاجه تانية، مش مرض. مفيش مرض اسمه كحه. فبالتالي علاج الكحه ان انا اعالج سببها. سببه ارتجاع يبقى عالج الارتجاع، سببه مشكله في القلب يبقى عالج القلب، سببه الكحه الضيق في التنفس وازمات شعبيه يبقى انا محتاج جلسات بخار او ادويه مضاد للحساسيه. فعلاج النصيحه الذهبيه للام: علاج الكحه في علاج سببها. لو ابنك عنده بلغم هل ينفع نديله مذيب كده؟ استخدام مذيب البلغم لازم تحت اشراف طبيب، ويفضل ما تديش مذيب بلغم لوحده، ومذيب بلغم ما يتاخدش غير بعد سن سنتين وحسب تشخيص الطبيب. يعني ايه ان انا ادي دواء في توازن بين مذيب البلغم وطارد البلغم؟ انه الاطفال لو عنده بلغم في صدره نتيجه التهاب الشعب الهوائيه والتهاب الشعبات الهوائيه او الى اخره، سبب البلغم ده انا بعالجه، لكن انا عايز ادي مذيب. طب انا لو اديت له الطفل دوت مذيب هيذيب البلغم، طب هيطلعه ازاي؟ فالطفل هيبدا تزيد معاه الكحه لانه مش عارف يخرجه. فبالتالي انا بدي مذيب البلغم، لازم يبقى في توازن بين مذيب البلغم وطارد اللي يطرد البلغم والافرازات ديت، فبالتالي تقل معاه شده الكحه. وده مهم جدا ان انا ادي علاج في مذيب وطارد يقلل معانا انه الطفل يتحبس في صدره او يكون في صدره مليان افرازات، وده تعمل ضيق تنفس اكتر وتزود الكحه عنده اكتر. توازن مهم لازم يكون بين المذيب والطارد. سؤال بتسأله كتير: هي ايه فايدة الزنك في الكحة؟ الزنك منشط لمناعة الجهاز التنفسي، مضاد للأكسدة. الزنك مش بس للإسهال، لا، ده الزنك دوت بينشط المناعة، ضوافر الطفل، الشعر، التركيز، أعصاب الطفل. فبالتالي ليه فوائد كتير جدا، وخصوصا في الجهاز التنفسي فهو بينشط المناعة ومضاد للأكسدة، فمفيد جدا للأطفال اللي عندهم تعب متكرر او بيجيله نزلات شعبيه متكرره او ادوار برد متكرره. الزنك بيبقى مفيد جدا في الحالات دي. سؤال دايما بيجي لي كتير: هل ورق اللبلاب اللي موجود في ادويه الكحه مفيد؟ دايما بيقول المنتجات الطبيعيه والدواء لما احب ادي دواء كحه في يعتبر تصنيعه كويس عشان يبقى فعال، يبقى فيه منتج طبيعي زي ورق اللبلاب اللي بيبقى مذيب وطارد للبلغم، وكمان فيه تاثير كموسع للشعب الهوائيه، ملوش اضرار على الاطفال، ملوش مضاعفات، والدواء بيبقى معاه كمان زنك. الثلاث حاجات مع بعض بيخلي تاثير الدواء دوت كويس.
ف وبيدّي نتيجة في إذابة البلغم وطرد البلغم وتوسيع الشعب الهوائية. اللبلاب آمن تمامًا في الأطفال، فبالتالي بيبقى مفيد جدًا في حالات الكحة. سؤال دايمًا باتسأله كتير، هل حساسية الأنف بتسبب الكحة؟ وهل حساسية الصدر بتسبب الكحة؟ حساسية الأنف إفرازات الأنف الخلفية بتسقّط على الجهاز التنفسي العلوي، فبتعمل كحة، والكحة دي بتبقى ليلية يعني بالليل أكتر من بالنهار، أو أول ما يصحى الطفل من النوم الصبح. حساسية الصدر طبعًا تزييق في الصدر وضيق في الشعب الهوائية، طبيعي يبقى معاه كحة، وممكن تبقى كحة جافة أو كحة ببلغم، وفي الغالب بيبقى فيها إفرازات أو بلغم. فبالتالي الاتنين يعملوا كحة، والاتنين عشان أعالج الكحة دي، أعالج سببها وأدّي أدوية أو منتجات طبيعية معاها. أمهات كتير بتسألني إمتى أقلق من الكحة؟ قلقنا من الكحة لو الطفل عنده ضيق تنفس، لو الطفل ده رضيع لسه مولود في أول شهر أو شهرين أو 3، الطفل قبل سن سنة، الكحة بنخاف منها جدًا، لأنه سهل إن الطفل يتطور من نزلة برد بسيطة وكحة بسيطة لالتهاب رئوي لا قدر الله في يوم وليلة. فبالتالي السن مهم جدًا. نوبة الكحة الطويلة العنيفة المتواصلة اللي الطفل ما بيفصلش منها، ضيق التنفس، زرقة في الجلد أو نشاط الطفل وِحِش بشكل أو بآخر، دي علامات الخطورة في الكحة. الكحة لو قعدت فترة طويلة أكتر من شهرين بنسميها كحة مزمنة، فبالتالي نخلّي بالنا منها. الكحة اللي ليها رنة غريبة بنسميها الكحة النباحية أو كحة التهاب الحنجرة، دي من الحاجات الخطر، وبيبقى في ضيق تنفس عنيف جدًا ولازم نتوجه لأقرب طوارئ بسرعة. هي دي علامات الخطورة في الكحة.